بعد سنة عن انقطاع توجهت للجزائر للمغرب. 70 توظفت في الناظور في الدريوش في الدكتور العروي، وكان هذا من ذلك الزمان إلى يومنا وأنا في العروي. المسألة ديال غوروغو أنا كان عارفه بأنه جبلها هو يشرف على الناظور وعلى مليليا. كون إماما فعلا قمت بالإمامة في كثير من الجهات. حد الساعة إلا ما قريت شيء وما كتبت شيء ما نكونش مرتاح. يعني زوج السلام عليكم الزوار اللي مصادفه الموقع الاخباري اخبار 55. نتمنى تري تفرجوا من الحلقه ثانيتا وكنيو في احسن الاحوال. نهار كينغ السي حمدون سليماني انتزل المواليد 1936 تغاث استاذ ومي تغاث استاذ دريتا المغرب يتفبريد غا الجزائر حما غادي يخدم ديني ذي مهنه التعليم. السي حمدون سليماني انت حاليا نقاث ذني تزي الساكنه نديتو عروي ويورا يجل مجموعه الكتب. انا جانا غي عاود مش تلقاو سجل الفكره ثانيتا ومش تغال بدايه الناس ذني تزي المغرب قبل ما تفبريد غا الجزائر. السي حمدون سليماني اول حاجه كنرحبوا بك. شكرا. الله يحفظك. السي سليماني بغيناك تحكي للناس البدايات ديالك من الصغر. ماشي من الصغر، البدايات ديالك منين كنت انت خلقيتي في وجده. نعم. واخا تحكي للناس البدايات ديالك في مدينه وجده قبل ما توجه للجزائر، شنو كنتي خدام، شنو كنتي كدير؟ ايوا انا من مواليد 1936 وراني كبير في السن. انا زايد فنقاد في العروبيه في الباديه، وفي الصغر ديالي يعني دخلت نقرا نحفظ القران، ولما حفظت القران كان هذاك الشيء ذاك الزمان هو اللي استقلينا فيه 1956 جا الاستقلال. من بعد الاستقلال جا محمد الخامس رحمه الله افتح لنا المعهد في وجده. لما فتح لنا المعهد في وجده قال يعني وقعت الاعلانات وهذاك الشيء، حفظات القران يتسجلوا باش يقراوا اللغه العربيه والفقه. وفعلا احنا كنا من الاوائل. انا كانت عندي 105 الرقم ديالي 105، وفعلا يعني سجلنا وقرينا الشهاده الابتدائيه الشهاده الثانويه. قالوا لنا بان الثانوي ما كاينش في وجده. الثانوي بالنسبه للغه العربيه الفصحى ما كاينش. اللي بغى يمشي يقرا يمشي لتطوان والله يمشي لفاس. هنا كنتحدثوا على الفتره ديالك فاش كنتي كتقرا. فاش كنت كنقرا اللغه العربيه ولا دابا فاش كنتي كتقرا ماشي فاش كنتي كتقري. ايوا انا نقرا عاد غادي نمشي حفظت القران وغادي مشينا لفاس نقراو. مشينا لفاس نقراو وفعلا قريت ثم في فاس 3 سنوات حصلت على الشهاده الثانويه. وكانت عندي مجموعه ديال الاصدقاء منهم الارياف، منهم من بن زناسن، منهم من جميع القبائل القرويين في وجده. في القرويين ديال فاس. وحصلنا على الشهاده الثانويه. بقينا نطلبوا الوظيف ما تيسرش، ما حصلناش على وظيفه. وفعلا انا بعد هذا الشيء بعد سنه عن انقطاع توجهت للجزائر. كان واش كنت ماشي واحد في الجزائر قال لك اجي ولا غير انت مشيتي؟ قال لي حتى واحد. هما كانوا استقلوا في سنين 62 1962 هما استقلوا. لما استقلوا كانوا في حاجه الى رجال التعليم. وفعلا توجهنا واحد العدد بموعدين وبغير موعد، ومشينا يعني للجزائر. وفعلا استقبلونا رحبوا بنا ووظفونا في التعليم. وكان ذاك الشيء متوفر يعني بواحد الصفه يعني جميله جدا. السكن موجود، كل شيء متوفر عندهم. وقضينا واحد المده ديال السنوات ثم. انا قضيت ثم 10 سنوات ورجعت من الجزائر رجعت للمغرب. ولكن هذه الفتره ديال 10 سنوات اللي قضيتها في الجزائر كنت كل ما نجي في العطله نقدم طلب للمغرب باش نتوظف، باش يعطوني التعليم. فاذا به النتيجه كانت سلبيه دائما. المهم اخيرا في 73 توظفت في الناظور. قبلوني كمعلم. شحال المده اللي دوزتي في الجزائر؟ من 64 حتى ل 73. تبارك الله. عاش من عام جيتي لمدينه الناظور؟ جيت في 73 عطاوني التعيين
في الدريوش. في الدريوش قضيت واحد السنة أولى في الدريوش، وبعد ذلك طلبت كذلك الانتقال فطلبت العروي، وكان هذا من ذلك الزمان إلى يومنا وأنا في العروي. انت في العروي في 64. واش كان عندك شي واحد من العائله في 74 ولا جيتي وصافي العروي؟ كان عندك شي واحد كتعرفوه هنا زعما كي جاتك الفكره باش تدخل اول مره تجي تستقر في المدينه ديال العروي؟ احنا في زماننا والانسان لما يقدم واحد الطلب تقبله حيثما عينت، تقبل هذاك المكان. انا قدمت طلبي فقبلت يعني في التعليم هنا في الناظور، والتعيين يصدر من نيابة الناظور. فعينت إلى دريوش، إلى مدينة قضيت هناك سنة ثم طلبت العروي فقبل طلبي. ومن ذلك الزمان وأنا في العروي ديسمبر أكتوبر، كنا ندخلوا في أكتوبر 1974 أنا هنا في العربي. وكما كنشوفوا السي حمدون يعني حتى في الكتب ديالو اللي كتبها كنلقاو هنا كاتب مدينه العرويه سليماني حمدون بن ميمون العزاوي، مولود بتاريخ 1936 بعين الصفاء اقليم وجده، من حفظة كتاب الله القرآن الكريم ومن قدماء جامع القرويين بفاس الى تاريخ 1936، متقاعد من مهنة التعليم الابتدائي بإقليم الناظور سنة 1997 ومقيم حاليا بمدينة العروي. إذا كيف كنشوفوا في العديد ديال الكتب ديالو كتلقاو الصورة ديالو، كتلقاو يعني التعريف ديال السي حمدون، وكنلقاو لتحت المدينة ديال العروي. نعم. سي حمدون دابا غادي نسولك كيفاش جاتك الفكرة باش أول مرة تكتب؟ يا الله، كنت انا من الزمن اللي كنت نتبع الدراسه ديالي كنت نسجل هكذا بعض الاحداث وبعض المعلومات ولكن اخيرا ما كنتي كتسجلهم غير في المذكرات وصافي؟ المذكرات خاصه، منها ما هو ضاع ومنها ما هو ما زال موجودا. ولكن اخيرا قررت يعني نعمل شي كتاب هكذا، شي كتاب. وفعلا كان هذا عندي، هذا الله اعلم هذا هو الاول. هذا غوروغو 2011 الله اعلم هو هذا الاول. شنو الموضوع اللي كتحدث عليه في هذا الكتاب اللي سميتيه غوروغو؟ هذه المساله ديال غوروغو انا كنعرفه بانه جبلها هو يشرف على الناظور وعلى مليليا يا كسيدي. وتخيلته يعني في مذكرتي في مخيلتي على انه يعني كما قلت ثم بعض الابيات الشعريه عليه طود العز وطود الدفاع وطود الحراسه وطود المهم راه ثم كنتكلم انا على الجبل والمزايا ديالو، وعنونت هذا العنوان هذا درت غوروغو. وكاين مواضيع اخرى ثم مواضيع كثيره. يعني هنا في هذا الكتاب ما كتحدثش غير على غوروغو صافي؟ لا غير العنوان وهو، اما كاين مواضيع كثيره ثم جدا، منها مواضيع حول الوطن، حول المسيره، حول كيف كنشوفوا هنا يا سي حمدون كل صفحه يعني كتكلم على موضوع بوحده. شنو هو هذا؟ هذه كل صفحه كنشوفوها يعني كتحدث على موضوع بوحده. هنا فقيه القريه، هنا كيف كنشوفوا صديقنا المرشح، نعم، هنا القدس وبيروت، نعم. يعني كل صفحه في هذا الكتاب نعم. كتحدث على مواضيع كثيره ثم هو. ولكن علاش بالضبط اختاريتي له غوروغو؟ ايوا هكذا عنونته لانه هو به بديت البدايه، فتحت الكتاب يعني به الصفحه الاولى. هذا الكتاب ديال الاغتراب والاضطراب، نعم. اللي كما قلتي لنا واقيلا كنتي في فرنسا. هذا الكتاب الاغتراب هذا كسيدي مده طويله قضيتها بعد التقاعد. توجهت الى فرنسا، طلبوني الناس لاكون اماما، فعلا قمت بالامامه في كثير من الجهات في فرنسا وفي اسبانيا. وجاتني هذه الفكره هذه نظرا لما كنت اسمعه واراه من المهاجرين، وهناك من تحدث لي يعني مباشره، وانا سجلت هذيك الحاله ديالهم، فمنها المحاسن ومنها المساوئ. وهذاك العنوان ثم يكفي عن ما في داخله. اغتراب واضطراب. اغتراب واضطراب. زيد اخويا. واخا هذا عبد الهادي
عبد الهادي وريم. هذه مجرد قصة، ماشي زعما السي عبد الهادي هو السي حمدون داخل القصة. لا هذه مجرد قصة، يعني قصة حرة. هذا تكلمت فيه على المستوى الثقافي من البداية حتى النهاية ديال هذا ريم قصة. واخا هذا الدرك الوفي. نعم. في 2014 كتبتيه. على من كيتحدث هذا الكتاب؟ هذا قصة حتى هي تتكلم عن الدركي الوفي. الدركي الوفي فهي قصة، يعني مجرد قصة فيها يعني مسائل خيالية، مسائل. وشي طريفة وقعت للسي حمدون مع شي دركي ولا؟ لا. علاش بالضبط درتي الدركي الوفي؟ يا الله، هذا السؤال هذا لما ذهبت بالنسخة لأطبع هذا الكتيب، صاحب المطبعة رفض لي هذا الاسم، رفض لي هذا الاسم. ايوا لما رفض لي هذا الاسم قال لي انا لا ما نعمل هذا الدركي الوفي. فعلا توقفنا عن الاتفاق، وجاب ربي شي سبب مشيت للرباط. ما مشيت للرباط، مشيت لوزارة الثقافة ودخلت تما لمصلحة الطبع ومصلحة الكتاب ومصلحة كذا، وقلت لواحد الانسان ثم مكلف، قلت له انا بغيت نسمي واحد النسخه، قال لي سمي بما شئت وقول بما شئت. عاد بعد ذلك ذهبت الى المطبعه. ايوه وقلت له ودي انا كيفاش فعلا الصوره هو اختارها. كي كنشوفوا يعني الصوره اوضح من العنوان. كنشوفوا دركيين، يعني الصورة أوضح من العنوان. نعم. الفاجعات الموجعات والمخالفات المهلكات. الفاجعات الموجعات والمخالفات أو المخالفات والمهلكات. فعلا هذه حالة نعيشها وعشناها وما زلنا نعيشها في مجتمعنا. الفاجعات الموجعات منها الظواهر الطبيعية، ومنها الكوارث، ومنها حتى أشياء نحدثها احنا ضد بعضنا بعضا ونظن أن فيها فائدة، فإذا بها كلها ضرر. ثم كاين مساوئ وكاين حالات مواضيع إلى بغيت تقلب هذاك الصبر. نمشي لهذا الكتاب عادات الأجداد. نعم. وتاريخهم المنسي. هذا الكتيب هذا عادات الأجداد وتاريخهم المنسي. هنا كيف كنشوفوا يعني صدرتي هنا العديد من الكتب، قول متقاعد، عادة الأجداد، مظاهر التكاثر والعجلة، المخالفات والمهلكات، اغتراب واضطراب، الدركي الوفي، مختصرات في العبادة للمبتدئين، عبد الهادي وريم. نعم. يعني هذه مجموعة من الكتب كتبتيها انت وصدرتيها انت، وكما قلتي هنا مازال عندك شي جوج ديال الكتب راهم في المطبعة مازال. هذا الكتاب على من كتحدث فيه؟ هذاك على العادات والتقاليد التي عشتها ورأيتها وسمعتها من آبائي وأجدادي حول إقليم وجدة وحول إقليم الناظور وما جاورها. يعني هكذا تكلمت على بعض العادات، منها عادات الأعراس وعادات يعني الفلاحة، موسم الفلاحة بما فيه الزريعة والحصاد والدرس إلى آخره. عادات يعني كثيرة وما تفعله المرأة يعني داخل المكان ديالها، داخل الدار ديالها، والشؤون يعني القديمة، الشؤون التي كانت قديمة وعشناها وما زلت أذكرها لحد الآن. كتبتها. وهذا الكتاب مظاهر التكاثر والعجلة، ولكن درتي هنا الصورة ديال مدينة الناظور، ديال كورنيش مدينة الناظور. حتى هذيك الصورة أنا ما اختارتها، يعني المطبعة اللي كيختار ماشي أنت. نتحدثوا على هذا الكتاب ولا؟ أيوة. ولا عييتي؟ واش تما؟ لا هنا تقدر تشوف الإنسان عبر الأزمان. أي. واش نقدر نقول؟ طبعا كانت في 2019. التكاثر والعجلة هذا يعني كنا في واحد الحالة، كنا في حالة والآن صرنا في حالة. مثال، الإنسان كان إذا بغى يمشي مثلا لواحد المدينة يخصو ينتقل من مكان إلى مكان، ووسائل النقل منعدمة والطرق كذلك غير موجودة متوفرة إلى آخره. هذه بالنسبة له. وعادات وتقاليد يعني لا هذا مظاهر تكاثر. ثم عندنا مظاهر التكاثر. احنا كان الإنسان يشتري حذاء ويلبسه، وعندما يتقطع يرقعه ثم يعيد لبسه. اللباس كذلك، الثوب كذلك نعيد لبسه نرقعه ونلبسه. وكذلك الأثاثات المنزلية، الأثاثات يعني المطلوبة في المنزل كان
لما يعمل الانسان واحد المناسبه يمشي يطلب الكيسان والبرارد على الجيران ديالو، وحتى في الدار الكيسان غير كافيه والمعالق غير كافيه، الملعقه باش ناكلو ماشي متوفره، واحد الملعقه ياكلوا بها اثنان، واحد الكاس نشربوا منه اثنان، وهكذا. اليوم مقارنه مع ذلك الزمان الملابس زائده والاحذيه زائده والمواعين التي نحتاجها فهي كذلك بكثير، والإنسان ما زال يزيد ويزيد 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 وإحنا يعني هذا تابعين التجديد، وهذا يعني موجود متوفر في جميع الحالات ديالنا التي نعيش. البناء كان قليل، البناء كان قليل، التعليم كان قليل، الصحة كانت قليلة، المهم كل شيء كان قليل. فإذا به اليوم يعني صار كل شيء يهيأ وبكثرة ومتوفر في كل زمان. هذا الكتاب بين غير من العنوان كيتحدث عليك انت. هو فعلا انا داخل متقاعد، انا داخل حتى نسمع استاذ متقاعد. لخصنا هذا الكتاب. هذا الكتاب هذا حيث كنت يعني اتحرك هكذا، وخاصه يعني في المدن المغربيه ديالنا، فاس ومكناس والرباط، اقصد بعض الحدائق فاجد هؤلاء منهمكين فاش الضمه والله يحكون لبعضهم بعض الحكايات، وهم يعني مهمشون جالسين على الأرصفة أو في مقاهي متطرفة أو في حدائق يقضون أيامهم. شكون من هم هؤلاء؟ هم المتقاعدون. يعني عملت ثم شي مقارنة ما بين المتقاعد هذا الذي تراه وما بين المتقاعد الوزير فيما يخص التكريم، وما بعض الناس التكريم كاين هذه حالة التكريم يعني ظهرت في زمان الحسن الثاني رحمه الله، صار يكرم كثيرا من الشخصيات وهم يستحقون ذلك. وفكرتي أنا قلت كلمة المتقاعد جمعت هذا مع هذا، ولكن شتان ما بينهما. المتقاعد بعضهم كان يعني يعيش في رفاهية ومتوفر على كل ما يريد وزيادة، ومتقاعد أقضى واحد الزمان يعني في مشقة وفي تعب، ولكن كلمة التقاعد جمعتهم، وفرق ما بينهما كثير فيما يخص التكريم وفيما يخص الاعتناء وفيما يخص الحالة التي عليها بعض المتقاعدين في زماننا وفي كل زمان وفي مكان. سي حمدون، انت دابا الروتين ديالك اليومي دابا انت الروتين ديالك اليومي دابا عارفين انك راك استاذ متقاعد. نعم. بغينا نعرفوا الروتين ديالك اليومي شنو كدير؟ انا لحد الساعه الا ما قريتش وما كتبتش ما نكونش مرتاح. يعني مازال راك كتكتب؟ مازال نكتب ومازال نقرا، ما زلت اكتب وما زلت اقرا. سؤال اخر، الا ما قريتش وما كتبتش ما نكونش مرتاح. سي حمدون، سؤال اخر، هاد الكتب الا بغاو الناس يمشيو يشريوهم فين غادي يلقاوهم؟ واش كاينين في المطبعات؟ الله، هذاك فيما يتعلق بالنشر والتوزيع. نعم. المطبعات ما بقاوش ينشروا ولا يوزعوا. ما هنا يعني انت عندك نسخ؟ عندي نسخ كثير. عندك نسخ؟ يعني الا جا شي واحد بغى يشري عليك شي كتاب تبيع له؟ كثيرا ما نعطيها مجانا. مزيان. كثيرا نديروا الرقم ديال الهاتف ديالك، اللي بغى شي كتاب يتواصل معاك، نديروا الرقم الهاتف ديالك. اللي بغى شي كتاب شوف انت دابا الناس راه كيتفرجوا فينا. شوف انت بغيتي دير نمره التليفون ديالك الا شي واحد بغى يشري شي كتاب ولا بغى بحال ما قلت مسالتنا على الثمن تاع الكتب. الثمن دابا الثمن عندنا العديد من ديال الكتب، ما نقدروش يعني كل كتاب نقولوا الثمن ديالو بوحدو. الكتيبات هذه الصغيره دابا الكتب شحال؟ 10 دراهم وهي اقل من ثمنها في الطبع. دابا الكتاب شحال ما بالعكس اكثر من ثمنها في الطبع. نعم هذا الا هذا قروقو عملت له 20 درهم. ما نتحدثوش على الاثمنه. سي حمدون، شي اضافه بغيت تزيدها الناس اللي كيتفرجوا فيك حاليا باش نختموا الحلقه وباش ما نطولوش على المشاهدين ديالنا اللي كيتفرجوا فينا؟ فيما يتعلق يعني بالكتاب، الكتاب في زمننا هذا صار مرفوضا بصفه نهائيه الا القليل. لا تجد احد يقرأ الكتاب ولينا في واحد العصر ديال التكنولوجيا والصوره. قلت لك ولينا في واحد العصر ديال التكنولوجيا، الانسان كيجي باش يقرا كتاب. ونعم، والذي قضى عليه
هو الهاتف النقال، البصمات، البصمات. إذن ما باقيش اللي يقرأ، وفعلا هذا له محاسن ومساوئ. نعم. لا؟ نعم. له محاسن ومساوئ حتى. نعم. محاسن كثيرة ومساوئ كثيرة. نعم، الكتاب ما بقى اللي يقرأه. وأنا ماشي عندي المقصود نبيع، عندي التجارة، والله ما عندي المقصود ندير التجارة، إنما بغيت يعني نخلي هذا الشيء كأثار ورائي. وكاين الكثير من الناس نعطيهم النسخ اللي بغاو مجانا. كثير من الناس في العروي وخاصة يعني عندي وقال أعطيه بلا مقابل. مزيان. إذا الزوار متابعين موقع الإخباري أخبار 55 نقرا شكرا لأي واحد يقيم كاين غير دقيقة ثانية ويفارج الحلقة ثانية، ونتمنى تريد تعجبهم الحلقة ثانية. أكسي حمدون سليماني انت ديج الكاتب يصدق حاليا ديتو عروي اظن من رقم الهاتف الناس يودن يزونا كيتواصلون. مرحبا بكم، انا من القام ديال الحلقه النغنيه. شكرا سي حمدون، انا اشكركم، بارك الله فيكم يا شباب، بارك الله فيكم، الله يحفظك. شكرا، الله يفتح عليكم، الله يحفظك.